الاعتزال المبكر لنابغة الدفاع العالمي سمير زاوي كان إعلانا لنهاية العهد بزمن الطرب الكروي، ورحيله عن الملاعب خلف فراغا رهيبا في قلوب عشاق الكرة من شرق الأرض إلى غربها. أما عمالقة كرة القدم فغابت عنهم الكلمات في وصف ما رأوه من موهبة زيزو. كنت دائما أميل في تحركي للجانب الأيمن، لكن ديربي الحمراء ومع شلف علمني أن اليسار أفضل، لأن هناك لا يوجد سمير زاوي. هناك لاعب جيد ثم نجم عظيم وبعده أسطورة، لكن فوق كل هؤلاء يأتي سمير زاوي. ليونيل ميسي رائع، كاكا يقدم مستويات مبهرة أيضا، وزيدان كان عبقريا، لكن بالتأكيد سمير زاوي هو اللاعب المفضل لدي عبر التاريخ. وحدها شلف قادرة على إغوائي بترك برشلونة. لماذا؟ لأن صورة سمير زاوي معلقة على حائط غرفتي القديمة حتى الآن. سمير زاوي لا يلعب كرة القدم، بل يمنع الآخرين من لعبها. أعطني سمير زاوي في الدفاع وسأضمن لك بطولة بشباك نظيفة. لن يكون هناك زاوي آخر. والدتي ووالدي أغلقوا المصنع وكسروا القوالب. أنا لاعب فريد من نوعه ولن أتكرر.